بص، بعد ارهاق ذهني غير عادي وبعد محاولات مريره ان انا بصراحه احاول احل الدنيا بان انا بس يبقى عندي هالاند وما عنديش صلاح. بس فكره ان انا ما عنديش صلاح دي مجنناني الماتشات الجايه بتاعت ليفربول. يعني كلها سهله عادي جدا جدا جدا، تلاقي صلاح جاب لك جونين واسيست في كل مباراه، او جون واتنين اسيست، وتلاقي بقى خربت وباظت. ما حبيتش ان انا يعني اخنق نفسي اكتر من كده، وقلت خلاص بقى هي ما بدهاش وايلد كارد. اصل انا هقول لك على حاجه، يعني لو انا حتى فكرت ان انا سيف الترانسفيريه دي وافك مثلا سون وواتكنز الويك الجاي، طب هعمل ايه؟ يعني مين المهاجم اللي انا هجيبه؟ فاهم؟ مكان واتكنز عشان خاطر اعرف اجيب صلاح ورا؟ هلبس في الحيطه. طب ما ثانيه واحده، طب ما نفكر طيب في حلول اخرى اسهل بكتير. تعالى بقى نفكر مع بعض واقول لك ايه الحل في الوايلد كارد، واقول لك يا عم ان انا كنت غلطان في كل اللي فات ده، بس يعني كويس ان انا ما استمرتش في الغلط بتاعي ده. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم جهاد العمري في حلقه جديده من حلقات هنتكلم كوره. ودي طبعا يعني الجوله الرابعه للفانتزي، وطبعا بعد التوقف الدولي تعالى بقى اقول لك مين اللعيبه اللي ممكن تكون مصابه ومين اللعيبه اللي ممكن تكون مريحه. فخلي بالك زي ما انا هخلي بالي. وتعالى اقول لك انت ازاي لو انت ما عندكش صلاح او هالاند ازاي تجيب ده او ده في فريقك ويبقى معاك الاثنين. وتعالى اقول لك مين احسن لعيبه ممكن تبقى معاك على الاقل الست سبع جولات الجايين، وازاي حتى تعرف تخرج منهم مين وتدخل مين امتى. واهم حاجه طبعا الكابتنه الجايه مين اللي احنا مش عارفين. يعني ما هو برضه هالاند بيلعب برانتفورد هوم، وصلاح بيلعب نوتنجهام فورست هوم، فيعني الدنيا فاهم خربانه 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 يعني. بس طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ولو انت لسه ما اشتركتش في الدوري بتاع هنتكلم كوره في فانتزي، ما تنساش تخش تشترك عشان خاطر تشوف الجوائز وتاخد الجوائز في اخر الموسم. ولو انت مش عارف ايه هي الجوائز ولسه اول مره تتفرج علينا، بص تحت هتلاقيها في الديسكربشن. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله هات اتنين صحابك، ويمكن انتوا التلاته تبقوا اول ثلاثه وتكسبوا الجايزه وتبقى حلال عليكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى يلا بينا نبتدي. قبل المباراه بتاعت ليفربول ومانشستر يونايتد الواحد كانت 300,000 400,000 والدنيا كانت عيشته مرتاحه والدنيا تمام جدا. فجاه بعد مباراه مانشستر يونايتد نزلت فجاه من ال 300,000 لفجاه المليون و10,000. حسيت ان الدنيا الصراحه اسودت كده شويه. قلت طيب عادي، ممكن التوقف في الدوري تلاقي لعيبه كتير مصابه وتبقى انت لعيبتك هي ايه الحصانه السوداء. قلت تمام وارد. لقيت فجأة ده ما حصلش خالص. قلت طب ماشي حلو، جبت مبويمو واخدت بيه نقط حلوة. واتكنز في شك، الراجل تعبان مرهق مش عارف ايه، الله 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 الله. الراجل خرج الدقيقة 60 المباراة اللي فاتت، نزل دورن جاب جون، والراجل مضيع جونين واتكنز ده، فوارد عادي جدا ويقول له مع السلامة. فقلت لا، طب ما انا هفضل ساكت وده خسر 100,000 بقى ب 8.9، وعندي جوردن خسر 100,000، انا بقى هفضل كل شويه اخسر فلوس؟ لا ما بديهاش. قال لو انا هجيب صلاح الم نفسي من الاول ويلا بينا نجيبه، واقول لك بقى تعالى جبته ازاي. اولا انا فرقتي ويك 3 او جيم ويك الثالث كانت مكونه من هندرسون وترنر. فخط الدفاع كان عندي ساليبا وعندي بيدرو بورو وعندي ارنولد وعندي فايز وعندي بيرن. فخط النص عندي سون ومبويمو وسميثرو وروجرز وجوردن. والخط الامامي عندي هالاند وواتكنز واوجو ده اللي هو طبعا مشي من نوتنغهام فورست، اللي هو الراجل كان ب 4.5 مليون كده يعني، مقفل بيه الدنيا طبعا. يعني تعالى اقول لك ايه الحلول اللي الواحد محتاجها الفتره الجايه، على الاقل زي ما انا قلت لك في الاول، لحد الويك الثامن او الويك التاسع كمان. يعني بتتكلم ان كل اللعيبه بتاعتي لحد الويك التاسع مبارياتها كلها كويسه. آه الويك العاشر ممكن اعمل ترانسفيرايه ولا حاجه، فانت هتبقى قاعد بقى كاني محوش الوايلد كارد. يبقى معايا وايلد كارد تانية، يبقى معايا مثلا اربع خمس تبديلات الكام اسبوع الجايين. الا لو جالي طبعا حاله اصابه او في فجاه لعيب ابتدى يبقى يعني في فورمه كويسه وعنده ماتشات حلوه ممكن اجيبه. تعالى بقى اقول لك الوايلد كارد. وانا ليه جبت اللعيبه دي. في حراسه المرمى ما غيرتش اي حد، عندي هندرسون وتيرنر. في خط الدفاعي بتاعي والله يعني عندي سليبه ما غيرتوش، عندي بيدرو بورو برضو ما غيرتوش، عندي فايز ما غيرتوش. الصراحه يعني كنت لازم ان انا اجيب باو تورس، لان مبارياته اللي جايه بتاعت استون فيلا مباريات حلوه. عنده ايفرتون هوم، وولفز هوم، ابسويتش تاون اواي، يونايتد هوم، فولهام اواي، وبورموث هوم. فيعني بتتكلم ان الست ماتشات الجايين لحد ويك 10 او ويك 9 مباريات كلها سهله، الدنيا تمام عادي جدا، ممكن يعملوا كلين شيتس. الراجل باو تورس بيحط بدماغه جوان حلوه.
والراجل ايه الدنيا ممكن تبقى تمام، ممكن يجيب لك كلين شيت فاهم في 2 بونص ولا 3 بونص، يبقى 9 نقط، بتتكلم ان هو لو جاب لك جون كمان يا سلام يبقى 14 نقطه والدنيا عيشتك مرتاحه وخلاص، والدنيا ظبطت معاك جدا جدا جدا. هل يا ترى ده هيحصل بسهوله؟ اه ممكن يحصل بسهوله المباريات الجايه. طب اجيب كونسا، وممكن تجيب كونسا الاثنين بنفس الثمن، الاثنين بيلعبوا اساسيين، بس انا بصراحه قررت ان انا اختار الراجل الاطول شويه، الراجل اللي ممكن يخلص لي هدات اسهل. ارنولد بصراحه دي اكتر حاجه اثرت فيا جدا جدا جدا، ان انا قررت ان انا يعني استغنى عنه وان انا اجيب بداله روبرتسون، بس للاسف كنت محتاج المليون ده بشده، ان انا محتاج ان انا على الاقل يبقى معايا فلوس ومعايا بادجت ان انا اعرف اتحرك فيها الفتره الجايه كمان، عشان يعني في لعيبه مهاجمين برضو عندي برضو، يعني مش هي مهاجمين التوب، فلو انا عرفت ان انا اظبط دنيتي شويه في كام لعيب وابيع واجيب يعني ايزاك او واتكنز طبعا او كاي هافرتز، بالنسبه لي تبقى يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. هقول لك على حاجه، ما رحتش اجيب يعني لعيب من ارسنال غير في الخط الدفاعي بس اللي هو سليبه. ليه؟ هقول لك ليه، لان بصراحه حاسس ان ارسنال يعني وقع في مأزق خطر جدا عليه. المباريات الجايه عنده توتنهام اواي، فبعد كده هيلعب في دوري ابطال اوروبا، هيلاعب اتلانتا، بعد كده هيرجع يلعب مانشستر سيتي اواي، فمبارياته صعبه. والمشكله مش في كده بس، المشكله ان هو عنده اوديجارد مصاب، عنده ديكلان رايس مطرود او عنده ايقاف، وعنده مايك ميرينو مصاب، فهتلاقي خط النص فيه شويه عبث كده. ربنا يكون في عون ارتيتا، الراجل يعني كان بقى سميث رو قال له خلاص يا عم امشي، روح يا عم اتبسط وبتاع وانا راضي عنك، عندي كده كده لعيبه جبتها والدنيا عندي تمام في خط النص. فجاه ما لقاش عنده حد في خط النص، هيلعب بتوماس بارتي بس. صفر خط النص عندي سميث رو، ما عملتش فيه اي حاجه، سبته زي ما هو. روجرز سبته زي ما هو. الكبير الكبير ابو صلاح، ابو صلاح، ما انا كنت لازم اجيب ابو صلاح، يعني عارف كاتب عليه ابو صلاح كان لازم. اه والله كان لازم، بس مش هينفع. ال 41 نقطه دول نقطوني نقطوني نقطوني. مشكله في حاجه، ان في كميه ناس مع هالاند وصلاح مع بعض، فيعني ال 82 نقطه، يعني لو واحد جاب 300 نقطه فانت بتتكلم ان حوالي داخل على التلت بتاع النقط بتاعته من هالاند وصلاح بس. الراجل ما عملش اي حاجه، ده طبعا ده غير الكابتنه، يعني سيبك بس من الكابتنه، لان هو لو انت بتتكلم في الكابتنه فبتتكلم ان هو معاه مثلا 130 نقطه ولا 100 مثلا و20 نقطه مثلا ولا حاجه، من 300 بس كابتنه، اللي هو ده انت ده صباح الخير، ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه والله. طبعا غير ابو صلاح عملت حاجه عنيفه شويه، جبت لويس دياز. بس انا ليه جبت لويس دياز؟ بصراحه حسيت ان يعني حسيت ان الراجل في فورمه كويسه جدا، حاسس ان الراجل يعني تمام، هيجي يلحق المباراه بتاعت نوتنجهام فورست ومش هيبقى فيه ارهاق بقى، والشغل بقى بتاع امريكا اللاتينيه بتاع الموسم اللي فات والسنين اللي فاتت دي، والعبث ده بقى اللي هم كانوا بيجوا بقى مطبقين ويجوا على الشوط الثاني، وحاجات كنا بنشوفها كده من استوبينيانو، وممكن الراجل يريح وممكن يلعب اخر 40 دقيقه في الماتش والكلام ده. الكلام ده مش طبعا مش هيبقى موجود، ويعني اتمنى ان هو ما يبقاش موجود تاني ويختفي، لان بصراحه يعني حاسس ان لويس دياز يعني لازم يبقى معاك. لو انت حتى ما معاكش صلاح، يعني لازم يبقى ده خط النص اللي من ليفربول معاك. الراجل كل الكور بتتلعب من صلاح، صلاح بيدخل في العمق، جوتا بيسحب عليه بياخد معاه مدافع، ففي الاخر لويس دياز بتتكلم ان هو الجون، فالراجل ده انت لازم تجيبه نصيحه. هتقول لي طب ما جوتا، لا يعني لو الاثنين بنفس الثمن لا طبعا، يعني الاثنين بفاصل 7.6، فطبعا بالنسبه لي روح اجيب لويس دياز من غير لما افكر. الراجل فلوسه ثمنه يعني ثمنه فيه زي ما بيقولوا، والراجل في الاخر هيجيب لك نقط كويسه. ويا عم لو انت حبيت ان انت في يوم من الايام يعني تابجريد، الراجل ده شكله كده هيطلع في فلوس اول الفتره الجايه، فيعني فكر فيه. جوردن، انا بصراحه صرفت نظر عن نيوكاسل بشده، يعني كان عندي بيرن في الدفاع وجوردن وايزاك في اول في اول مباراه وتاني مباراه وتالت مباراه، ابتديت استغنى عنهم واحد ورا التاني. بصراحه خلاص خلاص مش قادر كفايه. طبعا اخر عندي لعيب في خط النص هو مدويكي. بصراحه حسيت ان انا محتاج يبقى عندي فرده كده من فرق تشيلسي. بالمر جيت ابص عليه، جيت ابص في جيبي لقيت ان الراجل ب 10.6، وانا عيني معيش ايه غير 6 جنيه و60 قرش. حبيت الصراحه ان انا احوش اللي فاضل معايا ده عشان لو انا حابب ان انا ابجريد، بس بصراحه لا لا كفايه كفايه، مش قادر ان انا اجيب لعيب مهوي في خط النص عشان ابجريد لبالمر، الموضوع صعب قوي. وغير كده حاسس ان الخمسه بتوعي في خط النص كويسين جدا، مبارياتهم كويسه. عندك مدويكي عنده مبارياته هيلاعب بورموث اواي،
ويست هام اواي، برايتون هوم، نوتنغهام هوم، ليفربول اواي. يعني انت بتتكلم ان الاربع خمس مباريات الجايين ما فيهوش طبعا غير مباراه ليفربول اواي. مباراه ليفربول اواي لسه برضو احنا شايفين لغايه دلوقتي اول ثلاث مباريات ثلاثه كلين شيتس، بس هل يا ترى الدنيا هتفضل على كده؟ هل يا ترى مش هيبقى فيه اصابات؟ هل يا ترى مش هيبقى فيه روتيشنز؟ خلي بالك اليويفا داخله ولسه الدنيا هتحلو، فخليك مطرطق ايه ودنك معايا ومركز معايا كده في فيديوهاتي. ولو انت ما عملتش لايك وشير وسبسكرايب انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب، علشان الفتره الجايه طبعا هيبقى فيها بعض الحاجات اللي احنا اكيد هنتكلم عليها في الحته دي. في الخط الامامي عندنا بقى قررت ان انا الصراحه امشي واتكنز واجيب ويلبك. الراجل عنده عامل فورمه كويسه جدا، عنده مباريات حلوه، عنده ابسويتش هوم، نوتنجهام هوم، تشيلسي اواي، سبيرز اواي، بعد كده في شويه مباريات حلوه. تتكلم ان انت دلوقتي، طب انت هتيجي تقول لي طب يا عم طب ما عنده السيتي اواي وتوتنهام اواي. هقول لك حاجه حلوه جدا، انا جبت مهاجم تاني والخطه الاساسيه اللي انا هلعب بيها الفتره الجايه هتبقى 3 5 2. فانا هبقى بلعب ما بين ويلبك وما بين ويسا. ويسا عنده سيتي اواي وتوتنهام اواي، بعد كده عنده بقى ويست هام هوم، وولفز هوم، يونايتد اواي، ابسويتش تاون هوم. المباريات دي كلها كل مباراه صعبه هتبقى الويلبك، هتبقى مباراه سهله لويسا، فهتبقى منزل ويسا وتخرج ويلبك. ونفس الكلام العكس، حقيقي الاثنين لحد مثلا الاسبوع ال 12 او ال 13 لما يكون ال 14 كمان المباريات بالتبادل. يوم ما هتلاقي مباراه حلوه هتنزل الاثنين وتضحي بحد من خط النص وتلعب 3 4 3 والدنيا معاك تمام. طبعا الاخير بالنسبه لنا هو مين؟ الدبابه. الدبابه الدبابه ب 41 نقطه ده، ها النرويجي. النرويجي اللي ما بيتفهمش، اللي يعني لو انت لسه ما جبتوش اديني عملت لك الوايلد كارد يا سيدي اللي انت تعرف تجيبه بيه. اه هتيجي تقول لي غلي يا عم، طب ما انا كان عندي، ما كانش عندي صلاح وغلي 200,000 وما عنديش حد جاب لي ال 200,000 دول اعوض بيهم وعرفت اجيبه. بس فانت انقذ نفسك. انا يا عم كنت عامل فيها ان انا جامد وكل موسم بعمل نفس الحركه هلعب من غير صلاح، ما أنا لا، ما يا اما هالاند يا اما صلاح واروح في الاخر لهالاند. والله 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 لازم ابقى معاك الاثنين. خلاص انا الموسم الجاي هطلب منك طلب، لو انت معايا الموسم الجاي تدخل تكتب لي قول لي يا جهاد خش اشتري الاثنين بلاش فزلك. انا كده كده برضه هتلاقيني مش هتفزلك، او ممكن اتفزلك بصراحه، ما انا مش عارف يعني، بس اتمنى ان انا ما اتفزلكش. هي دي تشكيلتي. طب انت ليه ما قلت؟ طب انت ممكن طبعا تيجي تقول لي انت ليه ما جبتش طيب يعني وود بدل ما تجيب واحد زي ويلبك؟ هقول لك والله ويلبك فورمته حلوه، وود نفس الكلام فورمته حلوه، بس ويلبك نقطه اعلى، وصوله اكتر. نوتنجهام برضو مش زي قوه برايتون. طبعا برضو بيتكلم عن ان انت يعني عنصر الخبره بتاع ميتوما ولا اذا كان خواو بيدرو برضو بيساعد الراجل برضو ويلبك. انما وود ممكن تبقى محتاجه، ممكن تجيبه الفتره الجايه، الراجل برضو ب 6.1، بس بالنسبه لي ويلبك ب 5.7، فالدنيا بالنسبه لي اسهل بكتير. لو انا كنت هجيب وود كنت هجيبه مكان ويسا، بس الروتيشن بتاعه المباريات السهله ما بين ويسا وويلبك اعلى بكتير جدا ما بين ان انا العب ويلبك وود. ففكره ان انا اعمل كده كانت بالنسبه لي اسهل واريح جدا. بس هي دي الوايلد كارد بتاعتي. لو انت ما عملتش لايك وشير وسبسكرايب ما تنساش تعمل، وطبعا هنطلع نتكلم مع بعض بعد الفانتزي بعد الاسبوع ده برضو. لو انت ما اشتركتش ادي الليج بتاع هنتكلم كوره، وخش اشترك واسمع مني، مش خسران حاجه. مش عايز اي حاجه، لو عايز اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات. سلام.